بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد ونشاط وحيوية، يا رب يعجبكم النهاردة ان شاء الله الفيديو الجميل ده. هنعمل بقى النهاردة مكرونة واكل يعني ايه خفيف كده، عشان نوفر في الرز ابو 35 جنيه. قولوا اسعار الرز عندكم ايه يا روخر؟ 35 جنيه ان شاء الله الرز عندنا. حاجة يعني، اهو يوم بقى مكرونة ويوم ايه كده ويوم ايه ويعني، ويوم اكلة عيش. فقلنا النهارده نعمل ايه مكرونه. اهو جبنا البصل وعملنا في الكبه اهوت، وسلقنا المكرونه. والبصل ده انا ما بحبوش اصلا ان انا اقلي بيه خالص، الجديد ده بيتحروق وتشعوط ويبقى كده عامل ميه في بعضه وشكله غريب. هنحمر البصله بس يعني شويه بصوت كده مش قوي يعني. هنكون عاملين طماطم كتير للمكرونه لان المكرونه بتحب الطماطم الكتير. اهو والبهارات بقى بابريكا بقى وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وملح ولورا. طماطم رغم ان هي الحمد لله حمرا يعني، تخلي ايه المكرونه جميله. تعالوا بقى نعمل كفته الحاتي النهارده جنب المكرونه برضو، اللي ياكل بعيش واللي ياكل بايه مكرونه. تعالوا نشوف يا حبايبي بقى مقادير الكفته. ربع نص كوبايه برغل، وبصل برضو مفرومه في الكبه، وشويه دهن بالصوت كده يعني قطعه دهن كده وفرموها ناعمه. وبرضو هيبقى معلقه بيكنج باودر صغيره، ومعلقه ونص كفته الحاتي. ماشي يا حبايبي، وتدعكوها بقى ايه مع البرغل والبصله والدهنايه، والدهن حته الدهنه بتخليها جميله قوي يعني، ما شاء الله بتدي لها لمعه، الدهنه دي بتدي لها لمعه وبتبقى حلوه. وتدعكها قوي، عشان كده بقول لكم البرغل ما يتبل يعني ايه، ما تبلهوش ما تنقعهوش. اغسلوه بس غسيل كويس وهو يدعك مع البصله، لان البصله فيها ميه. ماشي يا حبايبي. هنا انا بحط ايه معلقه ونص من كفته الحاتي اهو. وبرده ايه يعني معلقه صغيره كده، دي معلقه ونص من كفتة الحاتي، مع نص معلقه بقى ايه بيكنج باودر. ماشي يا حبايبي. وتقلبوا بقى ايه البرغل مع البصل على اللحمه. ربع كيلو لحمه، انا عملت ربع كيلو يعني، ما كلفتش نفسي الصراحه. ربع كيلو ما شاء الله، احنا اسره متوسطه يعني. عملت لي ما شاء الله 13 صابع حلوين ما شاء الله. اهوت يا حبايبي، وتعجنوها قوي. انا عجنتها وريحتها، بس شوف بمسكها تحسي ان العجينه ايه، تحسي عامله زي العجينه ما شاء الله ايه, طريه وحلوه في ايدك اهو ما شاء الله. ماشي يا حبايبي اهي ما شاء الله. لما اتعجنت كويس وارتاحت ترتاح برضه، عشان تديكي نتيجه كويس. تيجي تصبعيها تلاقيها مش بتلزق معاكي. ومن حاجه بقى عايزه شويه صلصه، معلقه صلصه وحبه ميه صغيرين ومعلقه زيت، عشان تبلي ايدك فيها وانت بتصبعي، عشان تدي لها لون حلو. وتحطها برضو شويه فلفل وشويه ايه ملح عليه عشان تطعم الكفته. تبلي ايدك وانت بتعملي الصابع. تعملي بقى على قلم، على عود شيش طاووق، وتعملي عليه على معلقه تكون رفيعه وتصبعي. ما شاء الله تطلع جميله جدا، وما شاء الله ما كشتش، عشان البرغل مش بيخليها تكش باذن الله. هتطلع جميله جدا حلوه يعني والله. جربوه مش هتندموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا لايكاتكم الحلوه يا حبايب قلبي، حطوا اللايكات بقى يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واشتركوا في القناه يا حبايبي، وحطوا لايكات. والله العظيم انا زعلانه منكم، عشان انتوا مش بتفتحوا القناه بتاعتي كتير ولا بتشوفوها. شوفوها وشجعوني اهو. تجيبي بقى برضه في الاخر بعد ما تعملي الكفته تصبعيها يعني ايه، تعملها بقى زي بتاع الحاتي كده ايه، تعلمها كانك عاملاها على ايه، على الطاسه اللي هي ايه، اللي هي تحس ان الحاجه كده معرجه فيها كده. بعملها انا بالسكينه بتدي شكل حلو برضو ما شاء الله. وتيجي بقى ايه تدهنها بقى بالصلصه برضو وهي داخله الفرن، تبقى جميله ما شاء الله وعاطيه لون حلو قوي. معلقه الصلصه دي بتطعمها وبتخليها لونها حلو. ندخلها الفرن بقى. انا عملت دهنت الصاج، الصينيه دهنتها برضو زيت خفيف، ودخلتها ما شاء الله لا لزقت ولا اي حاجه، جميله جدا. جربها مش هتندموا باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو يا حبايبي بقى، كنت انا بسقط ايه المكرونه اهوت. لما الطماطم اتسبكت سقطنا المكرونه اهوت
مكرونه طالعه مفلفله وجميله، الوقت هتشوفوها جميله. انا بحب المكرونه اللي هي المدوره دي، بتطلع حلوه ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطوا لايكات يا حبايبي ما تنسونيش. اهو عملنا صباعين بقى بطاطس كده، حبيتين بطاطس وعملناها صوابع وقليناها. وبرضو ايه، وهم ولادي برضو بيحبوا الشيبسي يعني، لا غنى عنه يعني. اه ما شاء الله. وعملت شويه طحينه، وبقول لكم الشيبسي برضه هو مش غنى عنه، جايبينه اهو. ما شاء الله المكرونه طالعه مفلفله وجميله اهيت. وادوا له اللايك بقى ما تنسونيش، شجعوني وادوا له اللايك. يلا واشتركوا في القناه يا حبايبي عشان كل جديد يوصل لكم. واكتبوا لي كومنت حلو كده منكم يشجعني. يلا يا رب الفيديو يعجبكم.